استنى يا حماد. احنا من المستشفى بنسال عن دلوقتي في تحقيق عن جريمه قتل في قلب المستشفى، عرفنا بحضرتك تقول لنا انا الاحداث. اسمع عبد الله البسيط. تمام، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ شوية. من حضرتك؟ علي صوتك انا شوية. الاعلاميه سواد يوسف، برنامج صوت الحياه. تمام. فالمهم طلعنا جري فيه، قال لك ده هاني مع واحد من هدى زميله. طلعنا جري ورحنا شفنا الواقعة، وهو اللي واخد العصر المقدار. ده انا واخده لقيناه تحت شجرة على الطريق. يعني انتوا لقيتوا القتيل؟ لقينا هو وحماده على الطريق. تمام. خدناه تمام وروحناه. ماشي، قال لك في الروح، فخدناه وروحناه. طلعنا تاني رحنا بلغنا المركز. ماشي، وقلنا كان فلان مع واحد اسمه حماده، خدنا حماده. علي صوتك شوية. تمام. ورحنا على الواقع الحادثه اللي موجوده، رحنا لنا تبت رمل موجود، قال لك ده بيتحرر الاسود، ولا رحنا ولا لنا كواريك ولا فوس ولا لنا حاجه. يعني هي الجريمه اصلا كانت اصلا في دماغهم ان هي قضيه اثار، وان هم في الناس ضحك عليهم وواخداهم عشان يبحروا على الاثار. بتبحر على الاثار، ما جابتش يوم ولا في ساعه، ده بيقعد شهور. جوز عيال اطفال، واحد عنده 19 سنه وواحد عنده 36 سنه، اللي هو حماده دي. هاني دي كمان يبحروا على الاثار، واحنا عندنا اثار في منطقتنا عشان يبحروا على الاثار. المنطقه طبعا تاني ورا المنطقه الصناعيه. والمنطقه دي ورا المنطقه الصناعيه، لان هي منطقه جديده. ايوه، احنا عايزين بقى نعرف بقى الناس دي اللي هي خدت هاني وخدت حماده دول مع احنا معانا اهل البلد كلنا الناس كلهم. انت عايز تقول ايه؟ حضرتك هو بيقول ان هو مات حضرتك الفقره دي ما تجيش من البيت. احنا رحنا شفنا ما يجيش بقى عيل صغير. وغير كده معانا يعني تسجيل، القتيل بيقول ان هو وقع او اتزحلق، وغير كده معانا تسجيل. اللي معاه مش القتيل، اللي معاه. اللي معاه اللي هو اللي معاه. واحده يا شباب، وبعدين حضرتك حتى لو كان مات في الفقره اعتبر ان الفقره تموته ومات في قلبه. لقينا جسمه مضروب وجسمه ازرق، وفي علامات ضرب في ظهره، وفي علامات هنا كده قدام يعني معنى كده ان هو مش ميت موته طبيعيه او الفيديو اهوت قدام حضراتكم، ده شكله وهو لا استنى هو برضه اللي معاه التليفون منها رجاله ارجعوا كده وراه. بوريك انت شخصيا. انا شفت اهوت بس شكل ده اكيد هي جريمه بس بوريك. طب او تحقيق، كل واحد عنده معانا تسجيل. اسكت يا جدع انت. سجلوا الحماده دي، هو بيسالوا عليه، قال له ما هوش معايا، ورن على ابوه الساعه 9 وقال له تعالى الحقني، الفهره هلت على هاني، تعالى انا بفحر عليه، تعالى نطلعه. يعني قبل ما هو يخلص عليه اتصل بابوه على اساس ده بعد ما خلص. ده بعد ما خلص، بعد ما مات. بعد ما خلص، بعد ما مات. ومعانا تسجيل بيثبت ان هو واحد صاحبه سجله، قال له كلمه هو فين؟ الساعة 10 الا ربع بالدقيقة. قال له يا حماده هاني معاك؟ قال له لا مش معايا. قال له مش معايا. بعد ما خلص معاه بعدها بساعتين رن عليا الساعه 3 وربع، قال لي انا رايح مع حماده جاي تاني المغرب. تمام، رنيت على حماده المغرب، قلت له فين هاني؟ قال له والله العظيم هاني مش معايا، واول ما الاقيه هرن عليه. يعني هو ما خافش حماده دي ان هو طالع وياه طلع نفسه. اولا هاني ده يرتكب نفس هاني الجريمه. ده اطيب قلب ممكن تشوفه في حياتك، واغلب بني ادم ممكن تشوفه. تمام. ما يستاهلش كل اللي حصل فيه اصلا. طيبته هي اللي عملت فيه كده، وطيبه قلبه هي اللي عملت فيه كده. هو استغله بالمنظر ده. تمام، انا رنيت تاني على حماده الساعه 10 الا ربع، قال لي والله مسجل له المكالمه دي، قال له والله العظيم انا اصلا يعني انا اصلا ما شفته المكالمه، لان دي طبعا هتبقى قضيه راي. انا اصلا لازم المكالمات ولازم الصور تبقى. تمام، هو بيقول لك انا اصلا ما شفته، واول ما اتكلم وقال خليك يا محمود هو كان الشريف بتاع بيفحر والفقر هلت عليه. طب معلش، هو الفقر هلت عليه هيبان هنا حزازه شنك، وان في هنا اثار ضرب، وهنا على خداجه ظهره، وشه، على ظهره على ظهره احنا جايبين هنا من على الدولي، ورحنا عملنا استكشاف على المكان في مكان تاني غير المكان، ولو مؤاخذه شبشبه في مكان، هو الميت هنا مركز في الشبشب. لا، وما بيبقاش مركز. الله ينور عليك. لا، شبشبه في مكان والجثه في مكان ومكان الفحر في مكان. دي تمويه، لان مكان الفحر مش هو اللي كان فيه، وهي الوقت الجثه في المشرحه، والجثه في المشرحه. الدكاتره طبعا هيقولوا الوفاه حصلت ازاي. ايوه لسه فهي الحكايه احنا محتاجينه. كل اللي احنا واقفين دلوقتي احنا عاوزين حق. بنقرب بالله من الدم كله، من حكومه ومن الجثه في مكان والفحر كان في مكان. اصل هو معلش هو ما يستاهلش ان هو يحصل في كل ده. اطيب قلب ممكن تشوفه، اطيب بني ادم ممكن تشوفه في حياتك، ما يستاهلش ان هو يحصل في كل ده. قسما بالله، قسما هاني ده اتاخد اخواني والله متاخد هو ياكلهم كلهم.
ياكل 10 بني ادمين على بعض. بسم الله ما شاء الله، انت لو معاه شفتيه شهاده أو هتتجازي حاجة. منه. عامل عادي، احنا فلاحين عامل كلتنا، عادي. عامل عادي فلاح. كلتنا فلاحين على باب قال الله. لك إيه وأنا اه بابا كله الله. بيطلع يشتغل عشان هو يجيب الوقت يومين المطلوب ياكل حقه ان هو فلاح بس وعلى ايه الله. اللي احنا عايزين حقه؟ وانتوا اهل احنا اقطع- كنا اقطع هو الوقت. هو عامل عادي، راجل شغال على دراعه، راجل شغال على دراعه. اي واحد احنا كلنا اخوات، كلنا متربيين معاه، كلنا كلنا متربيين مع هاني دي. هو عندنا اخوه احنا هنسمع منه اخوه في دلوقتي. المركز أخوه في دلوقتي المركز. ولسه ما جاش. لسه ما طلعش هو وابوه وامه. يعني هو تقريبا هو هاني المركز. ده احنا متربي كلنا معانا اخوات. كلنا. ده هاني ده عسل. ده هاني ياكل ده 10 10 بني ادمين منه. اقسم بالله ياكل ده 10 بني ادمين. هو ده اتاخد غادر. ومات شهيد وحقه هيجي لان الحكومه بتاعتنا ما بتغفلش، واحنا حكومتنا حكومه قويه وحكومه فيها الشجاعه. يا رب وانتوا يا رب. والله والله وجزانا إحنا فيهم، طالبين. واحنا والله نفسنا يعني نحقق الصلة بتاعنا ما حقه يجيش. بس. احنا عايزين حد يتطبق بس وحقه يجي. هو لحد جزانا ما فيهم. في كل مكان باذن الله. احنا طول عمرنا بنسمع سيرة انا العالم، من خلال نفسنا نسمع ان هو اتطبق. انتوا قلتوا اهل ايه؟ كرة الروضة. ده مركز الستامون. مركز الستاموني ده اهليه. الستاموني طبعا بقت مفصوله عن بالقاس لانها بقت مركز أيوة. خاص بذاته، بس احنا كلنا تبع حكومه مركز بالقاس، واكيد رئيس مركز المباحث موجود الوقت وبيحقق والمأمور والدنيا كلها، لان حق اي مواطن ما بيغفلش القانون عنه. احنا مش عايزين حقه يروح وهم بس. الناس دي كلها الوقت بصدى حقه. هو هنقول اسمه اسمه هاني طه. هاني طه. السادات. هاني طه السادات. هو هاني محمد طه سادات. هاني محمد محمد طه طه السادات. السادات. هو طبعا مواطن بيعمل بايده. ايوه ده هو عامل والله على اقسم بالله على دراعه. والله بيشتغل على دراعه، على دراعه. بيطلع يجيب كده على طيب دراعه. وغلبان صور اهل البلد وتعاطف اهل البلد، زي ما انت شايفيننا كده كلنا بنطلع نشتغل على دراعتنا والله. تيجي معانا البلد، شوف تشوف اهله وتشوف الناس وتشوف المحبه عشان اللي تصوروا. انا معاكم طول النهارده لحد ما تخلصوا وتشوفوا احنا عاوزين الدنيا بس فيها إيه. نشوف الطب وهروح الشرعي، عاوزين نجيب للمأمور اخد منه تصريح. ايوه انزل الروضه بس، انزل الروضه بس واسال على هاني. بس قولي هتنزلوا هاني طه. تصوري هناك، قول هاني طه بس. وتعملي العيل الحدث الصغير مع قد كده. والدته ومع ابوه، تمام. هاجي معاكم هتشوف المنظر البلد، هاجي معاكم يعني انت اصلا. تشوف اصغر عيل في البلد سال على هاني، اصغر عيل في البلد. خلاص وانا وياكم لحد ما نشوف الدنيا توصل لايه. هروح للمأمور اخد منه تصريح عشان ابقى معاكم في الحادث من اوله لاخره. ده كلام اهل البلد. احنا شفنا اهل البلد اهو، واحنا من مستشفى بالقاس، وعايزين نقول ان مستشفى بالقاس طبعا بيهتموا بالحاله اللي بتجيلهم، لان الحاله ديت بتبقى جايه تحت انذار معين، يعني عشان ما يتجنوش على الجاني او المجني عليه، فبيبقى في رقابه عليه. واحنا هنا من خلال المستشفى النهارده الجو حظه، الجو كان ناوي يشتي، وربنا يرحمه يا رب ويجعله في ميزان حسناته. امين. وان يا رب. البلد كلها بتتعاطف معاه، ده حاجه كويسه من خلال هو اخ ومحبوب مش مكروه بس. انسان دول اهله. اهله بره. اهله في المركز. في معاكم ستات هنا نتكلم معاكم؟ لا بره هم موجود بس بره قدام المركز. خلاص انا هروح للمأمور دلوقتي اجيب تصريح هو هينادي. وهبقى معاكم لان هاجي معاكم البلد باذن الله. ماشي يا حاج شرفين. يفصل بقى على ما يجي بيه. وقف